كلنا عارفين ان تجميع البي سي الجديد تجربة ممتعة، لكن في نفس الوقت محير جدا. اسئلة كتير. ابدأ بالمعالج ولا كارت الشاشة؟ اصرف قد ايه على المعالج وقد ايه على الكارت؟ ولا اجيب باور سبلاي قد ايه واصرف على الباور اكتر؟ وايه القطعة اللي فعلا تستاهل ادفع فيها؟ ففي الفيديو ده هنتكلم خطوة بخطوة عن ازاي تختار قطع الكمبيوتر صح عشان تلاقي ذا بيست بريفورمانس بأقل تكلفة ممكن. أول حاجة لازم تفكر فيها وهو المعالج، وده ببساطة المخ اللي بيفكر ويدير كل العمليات. عندنا شركتين كبار وهما اللي مسيطرين على السوق، اللي هما AMD وإنتل. AMD مشهورة بعدد أنوية أكبر وسعر أقل من إنتل، وده اللي بيخليها قوية جدا في فئتها السعرية. يعني انت عندك مثال دلوقتي، معالج زي ال3600 اللي هو الرايزن 5. ال3600 معالج جبار جدا بسعر أرخص من الاي 5 10400F. هي هتقولي ازاي؟ ده المفروض ان ال3600 ليه قابلية تطوير اعلى واقوى وارخص. طيب انت المشهورة بالاداء العالي في المونتاج والشغل، هتقولي شغل؟ مش انت قلت ايه ان دي اقوى؟ ما هو صح، بس شغل المونتاج بيكون احسن مع معالج انتل الداخلي اللي هو في فئة الكي، والفئة اللي هو زي ال 12400 العادي، مش الاف ولا الكي اف او فئة الكي. طيب نبص على ايه بقى؟ العدد الانوية اللي هو 6 كور و12 سلت هو الحد الادنى للجيمنج، و8 كور او اكتر للبرامج التقيلة والمونتاج. التردد بيتقاس بالجيجا هرتز اللي هو GHz. كل ما كان اعلى كان اسرع في الالعاب والشغل. الكاش بيخلي المعالج ينفذ الأوامر أسرع، ده خصوصا في معالجات زي الرايزن اكس 3 دي اللي هو زي الرايزن 7 9800 اكس 3 دي أو الرايزن 7 7800 اكس 3 دي، أو معالجات زي الرايزن 9 9950 اكس 3 دي. كده هنكون اتكلمنا عن المعالج. فلو عايز حاجة للجيمنج يعني وهدفك الجيمنج، فأنصحك انك تروح ل AMD. بس لو شغل المونتاج يبقى تروح على طول لإنتل، يكون معالج فيه كارت شاشة داخلي. وبرضه AMD مش هيأثر معاك، يعني لو جبت AMD هيكون ممتاز. فأنا أنصحك ب AMD في المعالج. لو المعالج هو المخ، فكارت الشاشة هو العضلات اللي بتشيل الشغل في الألعاب والجرافيك والمونتاج. في 2025 عندنا ال RTX من نفيديا وال RX من AMD. من أهم النقط اللي تركز عليها وانت بتختار الكارت وهو الفيرام، أقل من 8 جيجا مش هينفع. دلوقتي 12 جيجا مثال للألعاب، وكمان ال16 لل4K وال4040 لكن ال 1080p بإعدادات متوسطة. لو الميزانية محكومة ومش هتقدر تجيب كارت فوق ال8 جيجا، يبقى كروت ال8 جيجا حلوة لل 1080p بس إعدادات ميديوم أو هاي، ويفضل إنك تروح لأعلى من 8 جيجا. المعمارية لازم تختار جيل حديث عشان تاخد الأداء لكل واط يبقى أفضل. يعني ايه؟ يعني انت ما تروحش تاخد كارت في 2025 زي ال580. لو انت هدفك الألعاب الستوري يبقى لا، تروح ل1660 مثلا لو انت الميزانية محكومة ومحدودة مع الآخر. بس لو الميزانية معاك كويسة تروح ل6600 ال5700 XT
ال6700 اكس تي من AMD تروح لل3060 من نيفيديا أو ال5060. طب فين ال4060؟ مش أفضل خيار. المميزات اللي هي زي DLSS والFSR لزيادة الفريمات، والري تريسنج للإضاءة، والNVENC والAMF للستريمز اللي هو للستريمينج. في بعض كروت ما تنفعش للستريمينج مهما كانت قوية جدا جدا جدا. طيب الخيارات العملية، الفئة الاقتصادية تاخد ال2060 سوبر، ال2070 سوبر، ال2080 تي اي. هو الفئة الاقتصادية مش هتاخد ال2080 تي اي غير لو لقيته بسعر كويس لانه في المستعمل. عندك ال3060، ال4060. طب هتقولي فين ال5060؟ لا سعره مش اقتصادي خالص. طب ال5050 برضو مش اقتصادي، هو كارت زبالة. انا كنت عامل عليه مراجعة، كارت زبالة ال5050. وال3050 برضو معاه. الفئة المتوسطة هتاخد ال4060 تي اي او الRX 7600. للفئة العليا تاخد الRX 7800 XT او ال4070 سوبر. الشغل اللي بتاعي خد كارت بذاكرة في رام اعلى. باقي القطع الداعمين للأساسيين، الرام 16 جيجا الحد الأدنى، 32 جيجا للمونتاج والشغل 3D التقيل. تخزين عندك ال SSD M.2 NVMe أسرع بكتير من HDD أو حتى ال SSD السادة، وال NVMe بقي في سعر ال SSD السادة، يعني فرق بينهم بسيط جدا. الباور سبلاي ما تستهونش بيه، لازم أصلي ومع شهادة 80 بلس برونز أو جولد. المذر بورد بتحدد دعم المعالج. الرامات التوسعات اختار واحدة فيها من المنافذ اللي هتحتاجها. نصائح قبل الشراء، ما تجريش ورا أرقام كبيرة وخلاص، لازم تشوف احتياجاتك. جهاز للألعاب ركز أكتر على الكارت، جهاز للمونتاج والشغل ركز أكتر على المعالج والرام. حاول تعمل توازن عشان ما يكونش فيه بوتنيك أو اللي هو عنق زجاجة، متخليش قطعة واحدة قوية والباقي ضعيف. فكر في المستقبل، بورة تدعم أجيال جديدة أو باور أعلى شوية يوفر عليك بعدين. زي ما شفنا الموضوع مش معقد، لو فهمت الأولويات هتعرف تختار صح. ركز على المعالج والكارت الأول، وبعد كده رتب باقي المكونات على قد ميزانيتك. بس ما تقوليش انك هتاخد 50 ولا 60% للكارت و30 للمعالج، ده مش تفكير صحيح خالص. ده كده بتضيع فلوسك. يعني مثلا خليه في 30% للكارت، 10-15% للمعالج، الباور تاخد 10% من الميزانية، الرامات، التخزين، المذر بورد برضه تاخد ليها 10-15%. تاخد مثلا لو انت جهاز جيمنج 40% للكارت كأقصى حاجة، و20% للمعالج كأقصى حاجة برضه. فقولوا لي تحت في التعليقات ايه اكتر قطعة بتلخبطكم لما تيجوا تختاروا الجهاز الجديد. وما تنسوش لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد.